ينبغي أن تقابل نعم الله بالشكر، لأن في ذلك الشكر تقييد لهذه النعمة. إذا حبيت ربي يخلي عندك النعمة اللي رطيها لك، إلي قد قيدها بوثاق يسمى وثاق الشكر، فإذا أوثقتها يعني ضمنت أنها ستستمر معك. إذا ما تحمدش رب العالمين وما تشكروش عليها فإن الله عز وجل سينزعها منك. ولئن كفرتم يعني جاحدتم نعمة الله عز وجل فإن الله سينزعها. إذا جحدها الإنسان، إذا كفر بها، إذا لم يؤدي حقها، فإن الله عز وجل سيسلبها منه. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. احنا من النعم اللي اعطاها لنا رب العالمين بعد نعمة الإسلام وبعد نعمة الإيمان وبعد نعمة القرآن نعمة رمضان. نعمة رمضان، وهذه نعمة كبيرة، نعمة كبيرة يعيش فيها المؤمن، ينبغي أن يستشعر فيها ألطاف الله عز وجل، كيفاش ربي يلطف بينا وكرمنا وعيشنا إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذه الأيام من شهر رمضان. ثم النعمة الثانية داخل شهر رمضان أن أشغلنا وأشغلكم بالقرآن العظيم، لأنه كاين يا إخواني الكرام ويا وليداتي، كاين اللي راهو عايش في شهر رمضان ولكن راهو لاتي بأشياء أخرى، لو ياتي يجري يشري في هذا ويبيع في هذا ويقتل في الوقت ونروح ندير منا وندير منا من أجل أن يضيع وقته. معناها رب العالمين فتح له واحد الباب، ساق له نعمة تسمى نعمة رمضان، ولكنه لم يشكر الله عز وجل عليها، لم يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه. وطبعا هذا الشكر يكون بثلاثة أشياء أو ثلاثة مقامات حتى ما نطولش عليكم. المقام الأول يكون شكرا بالجنان، يعني القلب يسمى الجنان، تشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالتفصيل وعلى نعمه الكثيرة بالإجمال بجنانك أي بقلبك. ما معنى هذا؟ أي أن تنسب هذه النعمة لله عز وجل، تقول باللي هذه النعمة أكرمنا بها الله، هذه النعمة من الله. ولذلك رب العالمين قص علينا بعض أخبار بعض الناس في القرآن الكريم، عذبهم لأنهم قالوا إنما أوتيناه على علم من عندنا، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وكما قال صاحب البستان في سورة الكهف تقرؤونها لما دخل جنته وهو ظالم لنفسه. فإذا هذا فيه جحود وفيه كفر بالنعمة إذا كان نسبت هذه النعمة إلى نفسك، فأنت كل النعم ينبغي لك أن تردها وأن تنسبها لله عز وجل. فهذا الحاجة رقم واحد. الحاجة حتى في النهاية تقول بمجهودي وبتعبي وعرقي، مجهودك منين جاء؟ عرقك من أين لك؟ تعبك من أين؟ كله رزق ساقه الله إليك. فإذن هذا المقام الأول. المقام الثاني أن تشكر الله باللسان، قلنا أن تشكر الله بالجنان وهو القلب، ثم تشكر الله عز وجل باللسان، تعترف. وأما بنعمة ربك فحدث، قل الحمد لله ربي أعطاني ومن علي وأكرمني وإلى غير ذلك. في مرة من المرات كان الصحابة رضوان الله عليهم جالسون في حلقة والنبي في حجرة من حجراته، وتعرفوا باللي حجرات النبي عليه الصلاة والسلام بيوت صغيرة فيها ربما 2 مترات